بيتهيألي القمر ده ما يختلفش على الاتنين، ولا ايه رأيكم؟ هنعمل مع بعض النهارده وصفة سهلة وبسيطة جدا. ما ينفعش يا جماعة المانجا تكون متوفرة بالطعم واللذاذة اللي موجودة في السوق دي وبالأسعار الحلوة دي وما نعملش الصينية التحفة دي. نعمل صينية المانجا أو صينية الكنافة بالمانجا باحترافية. عملتها معاكم قبل كده بس المرة دي بتركات مختلفة، طبقات من السعادة حرفيا. أنا مروة، لو أول مرة تشوفيني وتتابعيني متنسيش لايك وشير للفيديو، وقوليلي من أي بلد انتي بتتابعيني. تعالوا بينا نعمل العظمة دي ونشوف بتتعمل ازاي. كل اللي هحتاجه كيلو من المانجا. اهم حاجة اختيار المانجا يكون مانجا مسكرة حلوة، يعني طعمها حلو كده، زبدية بقى او اي نوع انتي بتفضليه. هنغسلها بقى كويس وبعد كده نقطعها شرايح ونقطعها قطع صغيرة. على فكرة لو مش متوفرة حتى مانجا في السوق، يعني بعد كده لو حبيتي تعملي الوصفة دي تقدري تكوني جايباها من الفريزر. انا فرزتها عشان اثبت لكم انها تقدر تتعمل بالمانجا المتفرزة، مفيش اي مشكلة، مش لازم فريش. دي انا فرزتها وقشرتها وقطعتها قطع صغيرة بالحجم ده. تمام كده. ودي اول مرحلة معانا جهزت. تاني مرحلة بقى 3 اكياس من الكريم شانتيه. هنبدأ ان احنا ننزلهم في بولة بالشكل ده وعليهم كوباية حليب بارد. تقدري تستبدلي الحليب بمية على فكرة. هنضرب كويس جدا لحد ما القوام يبقى تقيل كده ومش متماسك قوي عشان تقدري تفرديه بسهولة. لو حسيتي انها تقيلة قوي بتزودي معلقة او معلقتين من الحليب او المية. ده بيكون شكله بالظبط. المرحلة الثالثة معانا كيس من الجيلي المانجا. هبتدي انزل بيه وعليه كوباية من المية السخنة. بقلب كويس جدا الجيلي واتأكد انه داب تماما. بعد كده بنزل بربع كوباية من المية الباردة. تمام كده، هسيبه بقى يبرد تماما. المرحلة الرابعة بقى والمهمة الكنافة. مفيش اجمل منها يا جماعة. نص كيلو من الكنافة هبتدي ان انا اقطعه وفتفته بالشكل ده. هحط عليه كمان نص كوباية من السمنة السايحة. وعايزة اغلف كل حبات الكنافة بالسمن زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. في صينية بقى مقاسها كبير شوية ببتدي انزل بالنص كيلو كله الكنافة بتاعي. ببتدي ان انا اوزعها واكبسها كويس جدا. اهم حاجه في الكنافه انها تتكبس كويس قوي. في الفرن بقى في درجه حراره 180 بتاخد تقريبا تلت ساعه. اول ما بتطلع وهي سخنه الشربات بيكون بارد تماما وتقيل. شربات كوبايه من الميه، كوبايه ونص من السكر، عصير نص ليمونه. 10 دقايق وتطفي عليه وتسيبيه يبرد تماما. بعد بقى ما بتشربيه بتسيبي الصينيه بتاعتك تبرد تماما. ما تستعجلوش عليها في المرحله دي. هنبدا ان احنا نوزع الكريمه بتاعتنا. اخر مرحله بقى او قبل الاخيره بمعنى اصح هنوزع قطع المانجا بتاعتنا التحفه دي. اخر مرحله معانا زي ما انتم شايفين الجيلي بعد ما برد تماما بنبدا ان احنا نسقي بيه الطاجن بتاعنا او الصينيه بتاعتنا. الجيلي ده فايدته انه بيدي لمعه حلوه جدا، بيحافظ على لون المانجا، بتفضل لونها حلو كده وزاهي مهما قعدت في التلاجة، ما بتسودش منك خالص. ده غير الطعم الرائع طبعا. بسيبها بقى في التلاجة كل واحد على حسب قدرة احتماله. ممكن ليلة كاملة، ممكن ساعتين، على حسب ايه ما تتماسك وتاخد وتدي كده مع نفسها. بتبدأي ان انتي تقطعيها وتقدميها. بصوا تجنن بجد، خطيرة. لو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي قوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني وايه رأيك في وصفاتنا. شايفين يا جماعة طبقات فعلا من السعادة. طبقة بقى البسبوسة او سوري الكنافة. انا بصوا من حلاوتها خلاص مهنجة، يعني انا ريقي جري عليها اصلا دلوقتي. طبقات كده الكنافة اللي مسقية بالشربات التحفة ده، وعليها الكريمة اللذيذة وعليها كمان الجيلي والمانجا. بصوا تجنن بتطير العقل. قطمة واحدة منها بس كفيلة انها تنسيكي همومك كلها. جربي وعلى ضمانتي. شايفين الطعمة؟ مفيش احلى ولا ألذ من كده. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم ان شاء الله في الكومنتات. تجنن بجد. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.